كان في واحد اسمه راضي من قرية صغيرة. سمع عن مكان مهجور وبيقولوا إن تحتيه كنز فرعوني مدفون من آلاف السنين. الناس الكبار كانوا بيقولوا إياك تحفر هناك، الأرض دي فيها لعنة. بس راضي ما سمعش الكلام. في ليلة سودة جاب عفش الحفر ونزل تحت البيت القديم، وأول ما بدأ يحفر شم ريحة غريبة، ريحة مسك ممزوجة بريحة عفن موتى. بس كمل، وكل ما يقرب أكتر كانت الأرض بتتهز تحته. وفجأة لقى تابوت صغير منقوش عليه رموز فرعونية غريبة، ولما فتحه سمع صوت همسات جواه. ومن ساعتها راضي اختفى، بيته اتقفل وأهله هربوا. بس الناس اللي ساكنين جنب المكان بيقولوا إنهم بيسمعوا صوت حفر في نص الليل، وصوت حد بيصرخ من تحت الأرض كأن الأرض نفسها بتنتقم.